طعمه مش حلو. يا جماعة ازيكم عاملين ايه؟ ده اول فيديو ليا على اليوتيوب. دي قناة هنا تشالنج. القناة دي هتكون قناة تجارب وتحديات هنعملها مع بعض، فعايزاكم تشجعوني وتشتركوا في القناة علشان نقدر نكمل في سلسلة فيديوهات كلها تفاعل. طبعا انا هقرا كل الكومنتس اللي انتوا هتكتبوها لي، ويلا نبدأ اول فيديو. يلا. اول حاجة هنبتدي اول فيديو ليا على القناة بان انا هجرب اكتر مشروبات غريبة موجودة في السوبر ماركت عموما. انا نزلت السوبر ماركت من شوية وحاولت ان انا اشوف اكتر مشروبات غريبة موجودة فيه، والمشروبات دي انا عمري ما جربتها. شفت ناس كتير قوي على التيك توك وعلى اليوتيوب بيجربوها، بس عمري ما جربتها، وقلت اول فيديو هجربه هجرب معاكم المشروبات دي لأول مرة. طيب زي ما انتوا شايفين انا معايا 1 2 3 4 5 معايا 5 مشروبات. هجرب كل واحد لوحده، وفي الاخر هعمل ميكس ما بين كل المشروبات دي وهشوف الميكس ده هيطلع ازاي، فخليكم كاملين معايا الاخر. اول مشروب بصراحة انا مستغربة جدا هو مشروب الفريز ده. مكتوب عليه مشروب غازي منكه بنكهة الليتشي. مش عارفة ايه الليتشي دي بصراحة، بس هنجربه لأول مرة مع بعض. تمام، نوسع كده، نفتحه بسم الله. يا رب بس ايه منبهدلش الدنيا دي. تمام، وبيتفتح كده سهل على فكرة. هجيب الكوباية دي نوسع كده عشان ونبدأ. بسم الله، مش هحط كتير، سيبه كده. على فكرة انا ما فطرتش ولا شربت حاجة ولا اكلت حاجة من الصبح، ودي اول حاجة هشربها، فيعني طبعا في واحد هنا جاي يتحشر معانا. اتفضل. ماشي، بسم الله. هو ريحته حلوة وطعمه عامل كده، عارفين زي الكاندي. هو طعمه عامل زي الكاندي بس في صودا، يعني كريس والكاندي والحاجات دي عادي مفيش مشكلة. طيب نجرب بقى تاني مشروب. ده بالنسبة لي ممكن اشربه، يعني مش طعمه مش بشع ومش حلو قوي برضه، بس عادي ممكن يتشرب. طيب نجرب تاني مشروب معانا. طبعا مين فينا ما يعرفش الفي كولا؟ كلنا لما عملنا مقاطعة البيبسي والمنتجات المقاطعة هي مكتوب عليها مشروب غازي بالتفاح. بس ايه، نروح بس نجيب كاس تاني عشان نحط فيه. بسم الله. الفي كولا بالتفاح. تعالوا كده، حاسه ان هو عصير تفاح وعليه صودا عادي، مفيهوش اي افتكاسه. ايوه هو صودا وعليه تفاح. عارفين طعمه قريب من ايه؟ عارفين الفيروز والشويبس؟ طعمه زيه بالظبط، مفيش اي فرق. بالنسبه لي حلو، يعني احلى من اللاتشي ده بصراحه. لو هنصحكم تجربوا، لا جربوا الفيكو، فهو كويس. طيب تالت مشروب معانا وهو السباركلينج ووتر بالفورة، اللي هي عارفين كده اللي هو الصودا، بس ميه بصودا، بس دي منكهه بطعم المانجا. بصراحه لفتت نظري قوي وانا في السوبر ماركت، فقلت عايزه اجربها، ودي اول مره اجربها. في منها اطعام كتير، في منها تقريبا بالتفاح، يعني لو شايفين اهي شكل كده بالمانجا. في منها كذا طعم، في ستروبري، في روز تقريبا برضو. المانجا
بصراحة اكتر حاجة متحمسة لها المشروب ده، لان انا حاسة يعني مش متوقعة مية بالمانجا. تعالوا نجرب كده. مش بيحب المانجا قوي، يعني ممكن اكتر حاجة تلفت نظري او احب ان انا اجيبها فراولة، بيرس، بحب الاطعام دي. انما المانجا لو حد بيحب المانجا فمانجا طعمها حلو. فانا بالنسبه لي لحد دلوقتي في الثلاثه دول يعني اكتر حاجه عجبتني ممكن الفيكولا بالتفاح، يعني اكتر من الليتشي واكتر من المانجا، السباركلينج ووتر بالمانجا. فمش عارفه بقى، هستنى برضه راي ماما، لازم ماما تدوق معانا ونشوف رايها. تالت مشروب معانا، رابع مشروب، رابع مشروب معانا مشروب اخضر، مش عارفه ايه اللي منه بين كده، بس انا يعني عندي فضول ان انا اجربه. يعني هل هو ليمون وحاطين عليه ليمون ولا هل هو طعم مختلف؟ فيلا بينا نجرب. يلا بينا نجرب المشروب ده. يلا بينا بقى نجربه. بصوا، هو ريحته ليمون، بس عارفين ليه ريحة الفانيلا او السويت؟ يعني ريحته زي ليمون مسكر، انا مش عارفه. لا، طعمه مش حلو، تقريبا ما مفيهوش سكر. مش عارفه، بس هو طعمه مش حلو خالص. هو طعمه مزز بس يعني مش عارفه بصراحه، اسوأ مشروب شربته لحد دلوقتي. يمكن الليتشي طعمه احلى منه، بس هو بصراحه طعمه مش حلو. هنشوف برضه يعني ايه، نقيم مع ماما، ممكن ما يعجبها معرفش، بس بصراحه ما عجبنيش. طيب تالت برضه معلقه على التالت، ده يعتبر خامس مشروب معايا. تمام. مين فينا معرفش ليبتون؟ عملت ايس تي، طبعا كلنا عارفينه، بس ده بقى ايس تي بطعم البطيخ. يلا بينا نجربه، بس انا حاسه انه هيطلع حلو يعني اهو، واعتقد ان هو مش غريب، يعني في ناس كتير عارفاه، بس حاسه انه هيطلع حلو. فيلا بينا نجربه. يلا بينا. اعتقد ان ده احلى مشروب معانا النهارده، لان ليبتون مش حاجه غريبه وفي نفس الوقت طعمه حلو، يعني بطيخ نعناع. لا، حلو. عارفين طعم الشاي؟ يعني كأن الشاي سخن وبرد، ونكهة النعناع اقوى، يعني البطيخ طعمه مش ظاهر قوي. لا، حلو، عجبني، بس مش عارفه بصراحه فين طعم البطيخ ده، مش موجود خالص. انا بحس بيه اكتر ان هو شاي بالنعناع بس بارد. بس انا بالنسبه لي بصراحه اكتر مشروب عجبني ممكن السباركلينج ووتر، مع ان انا الشخص ما بيحبش المانجا قوي، ويليه الفيكولا، وبعدين الليبتون. تمام. اما بالنسبه للليتشي ده، هو حلو بس طعمه يعني ايه، الناس اللي بتحب طعم الكاندي، طعم السويت ده ممكن يعني يكون احسن، او يعني الناس اللي انما انا شخص ما بيحبش الطعم ده، فانا ما حبيتهوش. اسوأ مشروب بقى هو المشروب ده، مش عارفه انا جبته ليه اصلا. ده يعني انا مش عارفه جبته ليه، يعني ده للناس اللي بتروح الجيم وكده، ما اعرفش انا جبته ليه، بس هو وحش جدا. هو لفت نظري ان هو ليمون بينك بس مش اكتر. فانا بقى هجيب دلوقتي ماما تدوق. تمام. ندوق ده بالذات بقى، عشان ده يعني ممكن دلوقتي بقى انا جبت ماما تيجي تدوق معانا ايه المشروبات دي، ونبتدي بالليتشي اللي انا ابتديت بيه. وقول لي بقى. ايوه، حلو ومختلف.
مختلف. عاجبك يعني؟ انا مش عاجبني لانه طعمه كاندي او سويت كده، مش عاجبني. هو كمان حلال فيه. اصلا مش عارفه يعني ايه لاتشي بس يعني. بس هو مختلف عن اي حاجه تانية يعني. عاجبك يعني؟ تمام. يلا بقى ندوقها ايه المشروب اللي بعده. عملنا ايه بعد ده؟ الفيو كولر التفاح. هو طعمه فيروز او شويبس يعني، طعمه مش غريب بس طعمه حلو. يلا اتفضل. معلش هو عك بس يلا. ايه رأيك؟ هو طعمه زي بريل كده. بريل؟ انا شايفه ان هو طعمه زي شويبس بس بريل او فيروز، معرفش. عجبك ولا ايه؟ شعير. عجبك؟ طب الاحلى ايه، الليتشي ولا ده؟ لا الليتشي. لا اللي بعد كده وهو السباركلينج ووتر اللي هو الميه الفواره بالمانجا. طعمه حلو قوي على فكره يا جماعه، جربوه يعني مش وحش خالص. طعمه حلو. حلو هادي. هادي بالظبط كده، هادي حلو. دلوقتي بقى ندخل على اوحش مشروب فيهم. هي بصراحه هتصدم من طعمه، وهو المشروب ده ليمون بينك بس يعني طعمه بشع. كمان تحسوا انه مفيهوش سكر فطعمه ابشع بقى كده. اتفضلي. عارفه انك مش هتكملي اصلا. مش حلو قوي. مش حلو؟ بس عجبني بصراحه. في مرارة. هو طعمه شاي. شاي. شاي اخضر. ماشي خلاص كده، شكرا يا ماما. كده يا ماما مهمتها خلصت معانا. بس كده بقى دلوقتي جت اكتر لحظة في الفيديو. انا بصراحة مش متحمسة ليها، ان انا هخلط كل ده مع بعضه. انتوا متخيلين؟ يعني هخلط ده مع ده مع ده، نعمل ميكس مع ده بس كده مع بعض. هيطلع طعمه ايه؟ متحمسين ولا مش متحمسين؟ يلا بينا. والليبتون والسباركلينج ووتر بالمانجا كمية عك. وعلى الرغم ان هو لونه بينك بس مغيرش اللون بتاع الكوباية يعني. بصوا طبعا حاجة منتهى العك بس عادي. شايفين اهو. بصراحة يمكن لونه في الكاميرا مش باين قوي بس عندي تحسوا ان هو ابيض في ذهبي. ما علينا. يلا بينا نجرب. طعمه حلو، مش قادرة احدد برضو يعني. حاسة اكتر حاجة باينة في المشروب ده هو الليتشي. مش عارفة، حاسة ان هو طعمه قوي. ده اكتر مشروب طعمه ظاهر في الميكس اللي انا عملته ده. بس كده. بس هو طعمه مش بشع يعني. انا كنت مخضوضة اصلا من الميكس اللي انا الغريب اللي انا عامله ده، بس هو طلع يعني طعمه كويس. طيب يا جماعة، ده اول فيديو ليا على القناة. يا رب يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم اكيد انا مش عارفه ان هو عجبكم غير لما تحطوا لايك للفيديو ده وتشجعوني واكتبوا لي في الكومنتس تحت ايه هي التحديات اللي عايزيني اعملها الفتره اللي جايه. يعني الفيديو الجاي برضو ادوني افكار. قولوا لي حابين التحدي يكون عن ايه، حابيني اجرب ايه. دي كانت اول تجربه دي مني لنفسي كده من دماغي. وده اول فيديو ليا على القناه، فانا مش محتاجه منكم غير انكم تشجعوني وتكتبوا لي في الكومنتس ايه هي التحديات اللي انتوا عايزيني اعملها والفيديو الجاي يكون عن ايه. واول حد يكتب كومنت وهشوفه هعمل التحدي اللي هو هيقول عليه. ولو عجبكم الفيديو تاني اعملوا لايك، لان ده هو اكتر حاجه هتبين لي ان الفيديو ده عجبكم. انا امنيه ودي
قناة أمنية تشالنج. باي باي.